أعرب الاتحاد الأوروبي عن خوفه من انهيار دولة مغاربية، معتبرا أن الوضع خطير على خلفية التدهور الاقتصادي لهذا البلد سيؤدي إلى انهيار هذه الدولة. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث قال أن رئيس قيس سعيد يجب أن يوقع مع صندوق النقد الدولي وينفذ الاتفاق، وإلا فإن الأمر سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس. وقال: إذا انهارت تونس فهذا يهدد بتدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن نريد تجنب هذا الأمر. وأضاف بوريل أنه يجب أن نمنع الانهيار ولا يمكن أن نغض الطرف عن ما يحدث في تونس. لقد طلبت من ممثلين عن مجلس الاتحاد الأوروبي التوجه على الفور إلى تونس لتقييم الأمور على أرض الواقع، وتابع: يجب أن تتم هذه الزيارة في وقت عاجل لأن الوضع في تونس خطيرا جدا. وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يساعد دولة غير قادرة على توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي.